السؤال الذي يطرح نفسه: هل ال AI هياخد شغلانتي ولا لأ؟ فبدون مقدمات يلا نخش في الموضوع. أنا عملت فيديو زمان من 4 سنين 3 سنين، كنت بتكلم فيه عن فكرة انه لأ يا جماعة ال AI مش هياخد شغلانتكو، لأ يا جماعة جرافيك ديزاينرز اللوجو ديزاين مثلا مش هيجي جنبه. الكلام ده كله دلوقتي محتاج ان احنا نتكلم عنه اكتر. الفيديو ده هيكون فيديو سريع هنناقش فيه شوية مفاهيم كده عن فكرة ان ليه السوق بيتغير حوالينا بسبب الاي اي، وليه الاي اي هينهي على شغلانات. كل الحاجات اللي انا هقولها في الفيديو دي او معظمها هي دراسات انا قريتها، والدراسات دي لاخر 2025. فللاسف ممكن يكون في حاجات اسوأ كمان طلعت في اول ربع من السنة دي. يعني شغلانه زي شغلانه السقه مثلا قعدت حوالي 700 سنه او 800 سنه من غير مساس، لحد ما طلعت انظمه نقل ميه حديثه، وبدا الشغلانه تنتهي واحده 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 لحد ما ظهر عندنا المثل المعروف يعني ابوك السقا مات. ايه علاقه السقا بالاي اي؟ يعني خلينا ناخد مثل اقرب شويه. الاكسل ساعه لما ظهر في ناس كتير ما كانتش عايزه تشتغل بيه، وده ادى ان في ناس كتير فقدت وظائفها او اضطرت انها تقبل بمرتبات اقل في اماكن اقل، لان هم ما بيعرفوش يشتغلوا السوفت وير ده، وده سوفت وير مش حاجه ذكيه. وده ياخدنا للنقطه الاهم: الاي اي مش سوفت وير، الاي اي اذكى من ده، والاي اي ما خدش 700 سنه عشان يتطور، وهثبت لك دلوقتي. عجله التطور في الاي اي دلوقتي بقت سريعه جدا فوق ما انت متخيل. انا عايز اقول لك ان في ويب سايت اسمه ويتس دوت جي جي كان عنده ميزه صغيره كده كان اسمها لورا. الميزه دي كانت بتخلينا احنا نقدر نولد صور لينا، انا كمروان اولد صوره ليا انا وانا عمري ما خدتها. دي كانت حاجه عبقريه، حاجه فذه بالظبط من سنه، لحد ما ظهرت المودلز بتاعت نانو بانانا ونانو بانانا برو وسي دريم، والمودلز القويه جدا اللي طلعت، اللي بقت مش محتاجه اصلا لورا، ممكن تديها صوره وتتعرف على ملامح وشك على طول. الويب سايت ده خلال سنه واحده طلع بقى ترند، اتشهر، عمل فلوس لان هما بعد كده عملوا اشتراكات وخلافه، وفي خلال سنه واحده اتقفل. مارس اللي فات، مارس 2026 اتقفل فيه الويب سايت ده. بعتوا للناس كلهم مسج في شهر ديسمبر وقالوا لهم ديسمبر 25 ان الويب سايت ده هيتقفل. وده ان دل على شيء يدل ان اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي ده مجنون. طيب خليني اقول لك ان الدراسات اللي انا قريتها اللي اخرها كان في 2025، اعتقد احنا دلوقتي بنتكلم، احنا في الوقت ده في الوقت الحالي احنا بنصور في ابريل 2026، اخر ابريل. ف مش مدرك ان ممكن يكون في كمية حاجات تانية طلعت اسوأ كمان. فخلينا نتكلم لحد 25. في شوية دراسات أنا كده قعدت اقراها، المهم الخص لك الموضوع. هم قالوا ان المجال بتاع الاي اي ده دخل يغير السوق. طب هو دخل يغير السوق عشان ايه؟ عشان الفلوس، الكابيتاليزم، رأسمالية. انت دلوقتي شركتك بالاي اي هتكسب زيادة، او هتكسب زيادة دي عن طريقين: انها هتقلل العمالة او انها هتنتج اكتر. اوكي، وانت شركتك مش هتخش في الاي اي فمش هتكسب زياده. تفتكر انهي شركتين اللي هينجحوا؟ شركه بتشتغل بالاي اي. طيب هل تفتكر ان في شركه عايزه تروح في ده يعني مش عايزه تكسب؟ لا، كلهم عايزين يكسبوا. اذا خلينا متفقين ان كل الشركات هتدخل الاي اي، وده بيحصل بره في اوروبا بقالهم سنتين، وفي امريكا بالمناسبه. طيب ده ياخدنا لتاني نقطه: لو الرأسمالية بتقول لك حاجه ما ينفعش السوق ابدا يتغاضى عنها. دلوقتي الشخص اللي بيعرف يشتغل بالاي اي هيبقى مطلوب في السوق. بس لا، مش بس، في مشاكل تانية هتظهر. هحاول كده اسيب لك في الديسكريبشن البيبرز دي. قسموا الناس ل3 انواع، او الوظائف ل3 انواع: وظائف هتختفي تماما مش هيبقى ليها وجود، ووظائف هيبقى عليها ديماند عالي جدا، ووظائف في النص مش هتختفي ولكن المنافسه فيها هتبقى اصعب. ودول معظم الحاجات آه، اللي موجوده في السوق. طيب خلينا نتكلم عن كل نوع لوحده. الوظائف اللي هتختفي خالص هي اي وظائف زي الاعمال المكتبيه، الكول سنتر، اعمال السكرتارية، في حاجات كتير جدا في الاي تي هتختفي. دي الوظائف اللي هي لقوا ان ممكن تبقى اوتوميتد بنسبه كبيره. زي مثلا قبل كده كان في موضوع المودريشن، لو انت عندك بيج فعايز تمودريت البيج دي، دلوقتي انت مش محتاج لاكتر من واحد عشان يمودريت البيج. بالعكس، انت ممكن واحد بس مع اي اي ايجنت يخلص الدنيا. وفي تشانلز كتير هتتقفل زي الواتساب، التليجرام، ماسنجر. التشانلز دي كلها
قبل كده كانت بتحتاج حد يفضل يرد او حد يفضل، لا دلوقتي الاي اي ايجنت بيعمل ده، ومش زي زمان بوت هو اللي بيرد بحاجات انت حاططها له اسطمبات. ده واحد ذكي بيفكر، بيقرا المسج ويجاوب اجابه كاستمايزد للشخص اللي كتب له بشويه فلوس زياده. اكيد الفلوس الزياده دي مش هتبقى زي فلوس واحد انت بتدفعها له. طيب الوظائف اللي هتحتاج ان الناس يكونوا بيشتغلوا بالاي اي هي حرفيا اي وظيفه انت تعرفها، سواء انت ريسيرشر في الكليه، سواء انت مهندس. كلنا عارفين طبعا ان الناس اللي بيشتغلوا في الكودينج والبروجرامينج قد ايه دلوقتي حاجه زي كلود وجيميناي وانتي جرافيتي تقريبا لو انا مش غلطان في الاسم، وفي كودكس، في كميه اي اي تولز بتشتغل على موضوع الكودينج ده رهيبه. بقى في مصطلح دلوقتي معروف اسمه الفايب كودينج، حد اصلا ما عندوش فكره عن الكود قويه وبيشتغل. فاحب اقول لكم ان كل الوظائف هتحتاج اي اي، ولكن الشخص اللي مش هيشتغل بالاي اي عشان يزود انتاجيته فهو للاسف الشديد هو بره اللعبه. وفي اثباتات من كتب قديمه بتتكلم عن الموضوع ده. يمكن كتاب قريته من 2019 كان بيتكلم عن الموضوع ده، وقد ايه ان اللي جاي هيبقى شرس جدا في موضوع المنافسه، خصوصا ان الاي اي بيديك زي بلس حاجه زياده كده تنتج بيها. وكلنا اتكلمنا او كلنا عارفين زي ما اتكلمنا عن فكره ان فلوس بتساوي طلب. لو انا شركتي هتكسب فلوس اذا هدخل اي اي في اللعبه. طب ايه الوظائف اللي هيبقى المنافسه فيها اقل والديماند عليها عالي؟ دي الوظائف اللي معتمده على الاي اي. خلي بالكم الناس لسه لحد دلوقتي العامه، مش بتكلم على الناس المتخصصين، لا انا بتكلم على العامه، لسه عندهم مشاكل كتيره عن الاي اي. دلوقتي بقى نسمع عن كورسات للاي اي، دي حاجه كويسه. بدأنا نسمع عن مؤسسات بتحاول تعمل حاجه زي انثروبيك مثلا، بتنزل دلوقتي كورسز على الويب سايت بتاعهم ازاي يستخدموا كلود. وجوجل عملت نفس الكلام. فاذا بداوا يستحدثوا حاجات جديده، بداوا يستحدثوا خدمات جديده، فده باب. والانستراكتورز فيه مش كلهم جامدين على فكره. الباب التاني الحاجات اللي معتمده اصلا على تطوير الايجنتس وعلى تطوير الاي اي ذات نفسه. انت مش متخيل كميه الوظائف وكميه الفرص اللي موجوده في المكان ده، وان في ناس كتير ما يعرفوش حاجه عن الموضوع ده. فده مجال دلوقتي مطلوب. فدي نصيحه يعني لو انت لسه طالب وبتدور على حاجه، ف... فعليكوا على المجالات اللي هي المطلوبه زي ما اتكلمنا كده في تطوير الاي اي. ولكن احب انوه لك على مشكله صغيره قبل ما تخش بدماغك كده في الموضوع، الا وهي ان هو مجال بيتطور بسرعه جدا. اي مجال في الدنيا بيتطور بسرعه جدا، محتاج ان انت تواجبه انك تبقى سريع في التعلم، مش بس شاطر، لا انت سريع التعلم. ودي حاجه ممكن نبقى نتكلم عنها في فيديو تاني. بس انا مش عارف كلامي لخص لك الموضوع ولا لا، ولكن احب اقول لك ان لو انت بتستخدمش الاي اي ولسه بتكابر، عشان انا شفت بعيني بوست على الفيسبوك لرسامين كراكاتير و... و... ورسامين في المطلق، والناس بتاعت الكاليجرافي، تايبوجرافي، الناس دي متضايقه جدا 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 ان هو قد ايه التولز دي بتغلط. ايوه هي بتغلط دلوقتي يا جماعه، بس انت مدرك ان من سنه ما كانوش بيعملوا اي حاجه من اللي بيعملوها دلوقتي؟ فانت متخيل بعد سنه هيبقوا بيعملوا ايه؟ انا عايزك تحت تقول لي كده في الكومنتس لو انت متخيل ايه هيروح لحد فين. فنصيحتي ليك ما تعندوش، ده ريسك ما ينفعش يتعنده. في حاجات بنضطر نطوعها لاستخدامنا، مش ان احنا نقاومها، عشان في الاخر انت اللي هتخسر. فايا كانت وظيفتك هي ايه تيك كير. لو انت وظيفتك حاجه في الاول، انا تعمدت ما اقولش حاجات كتير عن الوظائف اللي هتنتهي تماما، ممكن نبقى نعمل عنها حلقه مفصله ومعلومه يعني. الناس دي اكيد هيروحوا يشتغلوا حاجه، والحاجه اللي يشتغلوها دي هتبقى حاجات غالبا سعرها هيبقى قليل. ف ال AI بيغير شكل السوق، خصوصا سوق الشغل. فتيك كير، انا جاي اقول لك تيك كير. متنساش تبص على الديسكريبشن تحت، ان شاء الله نحط المصادر بتاعت الحاجات دي. وبالمناسبة احنا عاملين جروب على الواتساب بيعلم الاي اي، مش بيعلم الاي اي، ولكن بنتبادل فيه البوستس، ونتبادل فيه الافكار عن اكتر التحديثات اللي نزلت في الاي اي، اخر التحديثات اللي نزلت في الاي اي. وساعات بنعمل ورك شوبس، ساعات بنعمل سيشنز. ف هسيب لينك الجروب برضو تحت في الديسكريبشن. سلام.